والله العظيم ما بفلوس، وبنحبك ومستنيين عروضك وما تتأخرش عنا يا درش يا عسل يا سكرة. مفيش أي مشكلة يا ناس، بلاستيك وقوي، بلاستيك متين، بيتعرض بفلوس وما تعرفش تجيبه. مش عارف من غيرك هنجيب الأسعار دي منين يا ناس. والله أسعارك حلوة يا درش، قوليلي الله يبارك لك يا درش يا عسل يا سكرة. إيه رأيك تاخد مني العربية دي؟ متهيألي المرجحة أحسن ولا نتفرج على المكتب ده؟ أنا عايز الزحلقة، ولا أقول لك اديني كله على بعضه. تيجي نشوف العرض مع بعضينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في عروض كتير هتعجب حضراتكم بأشكال وأنواع مختلفة. عندي أول عربية دي زي ما ظهر كده أمام حضراتكم، العربية كسر زيرو بمعنى الكلمة. شايفين العربية من الداخل عاملة إزاي؟ شايفين الظهر بتاع العربية عامل إزاي؟ عربية بسم الله ما شاء الله، أنا مش قادر أشيلها لأنها تقيلة في إيدي يا ناس. عندي شكل العربية، أدي الوش بتاع العربية، عندي أدي المرايات الخاصة بالعربية زي ما ظهر كده أمام حضراتكم. شايفين العربية عاملة إزاي؟ شايفين المنظر؟ شايفين الشكل؟ مفيش خربوش، مفيش أي شيء يعيب العربيه. شايفين الجناب عامله ازاي؟ شايفين العجل بسم الله ما شاء الله ما فيهوش اي مشكله. ادي العربيه من الظهر عامله ازاي، ادي الشمبر اللي ماسك العربيه في الجدون يا ناس. عندي دركسون بسم الله ما شاء الله. شايفين العجل عامل ازاي؟ ادي العجل طبعا بيلف معايا، وادي الصوت اللي انتم سامعينه زي ما ظهر كده امام حضراتكم. حاجه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر في منتهى الروعه. عندي الكشافات الامامي، وعندي ادي الظهر بتاع العربيه. شايفين العربيه انا بظهر لحضراتكم كل حاجه بالتفاصيل. عندي شايفين الظهر عامل ازاي بسم الله ما شاء الله. وعندي طبعا هنا لو بصيت على الاكسدام اللي قدام وبصيت على الوش الامامي بالنسبه للعربيه، ادي منظر العربيه وادي الشكل العام بتاع العربيه. ادي الوش بتاعها، وادي الفوانيس من قدام، وادي الاكسدام من قدام، وادي العجل زي ما ظهر كده امام حضراتكم. لو انا جيت بصيت على العربيه من الداخل، ادي الدروكسين اهو اللي بيلف معاه العجل الامامي كده، العجل بيلف معايا يمين وشمال. عندي لو بصيت من الداخل ولو بصيت على الكرسي الخاص بالعربيه هنا انا هفتح معايا، عندي البطاريه وعندي الضفيره وكل حاجه موجوده من الداخل. عندي العربيه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طب يا حاج مصطفى انت بتتكلم في كام؟ انا بتكلم مع حضرتك مش هقول لك 5000 ولا 4000 ولا 2000 جنيه ولا 1000 ولا 1000 ونص ولا 800، انا بتكلم في 700 جنيه. طب يا حاج مصطفى هل العربيه دي شغاله 200% وتمام و10 على 10؟ طبعا انا لما خدتها من صاحبها اداها لي قال لي يا حاج مصطفى انا ما اعرفش هي مبطله، عايزه حد بس نوريها لحد يكون عنده خلفيه في الصيانه بتاع الكهرباء وشغاله 10 على 10. العربيه بسم الله ما شاء الله ما فيهاش اي شيء. وعندي الفرامل بتاعتها الداخليه من جوه، وعندي العربيه حجمها كبير تتماشى مع سنتين 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين. العربيه جامده، وانا لو حبيت اركبها مش هيحصل لها اي حاجه، ولكن انا ماليش في الكلام ده. ده اولا بالنسبه للعربيه عايز فيها 700 جنيه. وخش على الماركت بليس شوف سعرها كام، وانا مش حابب ان انا اظهر سعرها عامل كام. ثانيا عندي المرجحه دي بسم الله ما شاء الله حاجه جميله. عندي المرجحه دي بتطبق وبتتفرد، عندي المرجحه دي تستحمل ل10 سنين يركبها مفيش اي مشكله. عندي انا هفتح المرجحه، عندي هنا بتقفل على مفصلات، بتفتح وبتقفل معايا. ادي منظر المرجحه انا كده فتحت، ادي المرجحه بسم الله ما شاء الله حاجه حديد، حاجه متينه وحاجه روعه وحاجه في منتهى الجمال. عندي ادي المرجحه اهي زي ما ظهرت كده امام حضراتكم. همسك معايا اهي المرجحه وهبتدي ان انا اروح واجي بالكرسي. ادي منظر المرجحه حاجه جميله وحاجه متينه، حد حابب ياخدها يأجرها للأطفال الصغيرة ويلم عليها فلوس مفيش أي مشكلة. حابة اللي أنت تاخديها لطفلك في البيت مفيش أي مشكلة. أدي المنظر بتاع المرجحة. المرجحة دي على فكرة متينة وجامدة وحديد وبتتني وبتتفرد. أدي شايف منظر المرجحة بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. لو أنا جيت عايز أتنيها برفع المفصلات كده لفوق، وعندي كده المرجحة قفلت معايا. أدي منظر المرجحة ومنظر الحديد زي ما حضراتكم شايفين. أدي الكرسي بلاستيك متين، وادي المرجحة من تحت. طبعا انا لو حبيت اقفلها او اتنيها او افردها مفيش اي مشكله. كده فتحت معايا، وادي المنظر بتاعها مرجحه ولا في الاحلام بسم الله ما شاء الله. وربنا يجعل لكم معايا نصيب في كل شيء انا بقدمه. طب سعرها كام يا حاج مصطفى؟ سعرها 350 جنيه. يا بلاش يا بلاش. يعني عندي المرجحه كسر زيرو بمعنى الكلمه. عندي هنا مكتب بسم الله ما شاء الله البلاستيك الخام، البلاستيك الطري اللي ياخد ويدي مع الطفل مهما كان الاوزان اللي قعدت عليه ما يطقش معايا بسهوله. عندي المكتب ده زي ما ظهر كده امام حضراتكم الحاجه انا بعرضها كسر زيرو بمعنى الكلمه. ادي منظر المكتب، طفل يقعد على المكتب اهو عايز يفتح معايا. ده طبعا الديسك ده حب يفتح معايا الوش الخاص بيه يفتح مفيش اي مشكله. يحط المقلمه الخاصه بيه، اي كتب اي كراريس اي كشاكيل اي شيء، ويغلق معايا الباب العلوي مفيش اي مشكله يا ناس. بلاستيك وقوي، بلاستيك متين، حاجه محترمه وحاجه جميله. ده كان معروض بفلوس عند كوكو اند اس. انا عرضه بكام يا ناس؟
ب 250 جنيه والحسابه ايه والله العظيم ب 250 جنيه. شايفين المكتب عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بيتعرض بفلوس وما تعرفش تجيبه. عارف لو حد بيبيعه لك ده يقول لك 700 و800 ولكن انا عارضه ب 250. والله اسعارك حلوه يا درش. ايه رايك في العرض بتاع المرجحه ده؟ بفضل الله عندي اللون الاحمر والاصفر. انا ارجو من اي انسان عندها حضانه تاخدهم تستفيد بيهم للاطفال. عندي المراجيح او حابه تاخدها لاولادها في البيت مفيش اي مشكله. طب انا يا حاج مصطفى اعرف ازاي المرجحه نظيفه؟ هقول لك ما تستعجليش على المعلومات الشخصيه. اولا لما اجي اشتري اي مرجحه من اي مكان اشوف البلاستيك بلاستيك طري ولا بلاستيك ناشف، لان الناشف بيطق بسهوله ما يستحملش طفلين يطلعوا على السلم ويتمرجحوا مع بعض. دي تستحمل 3 اطفال و4 اطفال يا ناس. ازاي الكلام ده؟ لان البلاستيك ده بلاستيك طري والسمكه 6 مللي. دي معلومات محدش عنده خلفيه فيها وبياخد وبيدي زي السوسته. والله العظيم عندي انا ما بعرضش الحاجات دي بفلوس. النهارده عشان تجيبي دي حضرتك من اي مكان هتجيبيها بمبلغ وقدره. انا عارضها بكام؟ ب 250 جنيه. قولي لي الله يبارك لك يا درش يا عسل يا سكره. مش عارف من غيرك هنجيب الاسعار دي منين يا ناس. عندي دي ب 250 جنيه. ارمي من ايدي هرمي من ايدي هسيب من ايدي اهو اهو. دي ما بتتكسرش ما بيحصلهاش اي حاجه. اطلع انا اوزعها ولكن هي قصيره مش هتاخدني والله. عندي المرجحه دي بسم الله ما شاء الله ب 250 جنيه. الحاجه كسر زيرو. هوريك الصفرة اللي ورا ظهري. عندي الصفرة بسم الله ما شاء الله نفس الاولى اللي انا اتكلمت عليها يا ناس. عندي بسم الله ما شاء الله الجوده والخامه والماتيريا وكسر زيرو. عندي الحاجات دي مش بفلوس. يبقى انا كده اتكلمت على الاسعار. بالنسبه للعربيه 700 جنيه، بالنسبه للمرجحه 350 جنيه، بالنسبه للاثنين زحليقه 250 جنيه، بالنسبه للديسك 250 جنيه. والله العظيم ما بفلوس وبنحبك ومستنيين عروضك وما تتاخرش عنا يا درش يا عسل يا سكره. اظن كده وضحت وخلصت كل المعلومات اللي عندي. واللي عايز اي حاجه يتواصل معايا عن طريق الهاتف. بالنسبه لعنوان صفة اللبن محافظه الجيزه امام مدرسه طه حسين او احمد شوقي الابتدائيه. وبالنسبه لرقم الهاتف 031 33 76 71 8. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.